هؤلاء ما همهم السلطة ولا الكلام الفارغ ولا الجوط اللي بيطلعوها الناس دي الناس جو لأنه القضية بتاعت وطن. القضية بتاعت وطن. الليلة اللي بيقولوا كيزان وما كيزان، في منو قاتل الكيزان أكثر من حركات الكفاح المسلح؟ منو؟ كده قول لنا يا أحزاب السجن، كده ورونا يا أحزاب الرماد، منو قاتل أكثر من حركات الكفاح المسلح؟ نظام البشير أو الكيزان، منو فيكم؟ الليلة لأنه القضية وطن، لأنه القضية وطن الآن جزء في صف الوطن، الآن واقفين وقفة حقيقية، والله الذي لا إله إلا هو. وحنقوله كلمة حق والقوات المسلحة عارفاها، لولا تدخل القوات المشتركة، لولا تدخل القوات المشتركة وثبات القوات المشتركة، والله اللي كان زي ما بقولوا 90% من الشعب السوداني، 90% من السودان ده كان سقط، وكانت دارفور دي سقطت من قبل أكثر من سنة وحاجة كان سقطت، وكان كردفان سقطت من أكثر من قبل 9 شهور كان سقطت. لكن نحن والله هؤلاء الرجال صمدوا ثبتوا وقدموا تضحيات وقدموا شهداء، وفي كل يوم القوى المشتركة مع القوات المسلحة بتقدم في تضحيات كبيرة جدا جدا في سبيل هذا الوطن، وما زايدوا على زول ولا طلعوا يوم واحد يتعنصروا على زول. القيادات المشتركة الموجودين كلهم يوم واحد ما فيهم زول طلع يتكلم، ولا أي كان طلع يتعنصر على زول ولا قال ولا ما سمعنا منه. يا قوالات الصعاليق والصعلوقات اللي بيتكلموا عنها، قوالات الصعاليق والصعلوقات اللي بيتكلموا عنها، لكن ما سمعنا منهم، حاشا وكلا. لذلك يجب علينا انه مش ندعمهم، نحن داعمينهم بغض النظر عنك انت تجيب، انا داعم وغير السودان كله داعم هذه القوات المشتركه، ابناء السودان الابرار الشرفاء. التحيه للقوى المشتركه. خلونا نخش طوالي في التفاصيل. الليله لايفنا ده استعاده مناطق، اي زول يعمل شيء انا بديك اسماء المناطق كلها، واديك اكبر حاجه لازم تعرفها، انه الليله في واحد من قيادات الميليشيا الكبار، وفي واحد عرب ده ترك حاجات نحن بنعرضها لك باذن الله سبحانه وتعالى. بل مشتركه فوق. حي الله القوى المشتركه. اول حاجه من هنا التحيه لقياده القوات المشتركه المتمثله في مني اركم النايم، مني والله كتب لكم بالانجليزي قال لكم عشان ما في زول يعرفها. لقد حصلنا عليهم. بل القوى المشتركه الليله جقمت الميليشيا جقم ثقيل شديد يا اخواننا. ركزوا معي كويس، جقم ثقيل. دق في شمال دارفور ده، الدقه الليله اللي دقته اكبر معركه الليله بتشهدها القوه المشتركه او المنطقه بتاع دارفور ككل. المعركه بتاعت الليله اليوم ده على مستوى منطقه الزرق ووادي هور، شرق وادي هور. شفتوا دي معركه كبيره، معركه خاضتها المشتركه دي، جقمت عملت التفاف على مستوى العمل العسكري. ده شغل فاق المؤسسه العسكريه ذاتها، فاق دوله 56 ذاته يا جماعه، فاق بفوق. شغل بيختلف، ده ما شغل ما بتشتغلوا الا المشتركه. الشغل اللي اشتغلوا الليله على مستوى المنطقه بتاعت الزروق ده ما في شغل بتشتغلوا الا القوه المشتركه، الا المشتركه بالبلد دي بتشتغل الشغل ده حقها هي براها، ده حقها هي براها كده بس، براها بس. قالت لكم يا اخي انا ده شغلي انا بطريقتي. اول حاجه دخلت القوه المشتركه الليله معركه من الساعه 1 ظهر، من الساعه 1 ظهر، معركه ثقيله جدا جدا، استخدموا فوق الميليشيا اي حاجه، لكن الحق بينتصر دائما. القوى المشتركه دخلت المعركه دي متوشحه شعارات الشهاده في سبيل الله، واسترجاع الحقوق لاهلها، والثبات من اجل القضيه ومن اجل الحق، لانه هم على حق. عشان كده دخلوا المعركه دي هم في كامل الثبات. استطاعت القوى المشتركه تدمر في معركه من الساعه 1 ما انتهت الا قبل الا الساعه 6 ولا الساعه 6 الا حتى ان المعركه انتهت. جقموا فوق القوى المشتركه، جقموا فوق الميليشيا بتاعت الجنجويد. القوه المشتركه جقمت ميليشيات الجنجويد جقم، والله ما بعده احصائيه موجوده عندي انا ذاتي ما اعرف ابدا من وين، احصائيه كده جقم زي الجقم. والحقيقه التحيه ليه الراكز، الجنرال، مهندس الشغل، مهندس العمليات، جابر اسحاق علي مبده. والله ديل من الناس اللي ما قاعدين يصحوا يا جماعه. لكن بعد الله سبحانه وتعالى ابحثوا عن الجنرال، ابحثوا. التحيه لاول حاجه جماعه حقار قائد القوات المشتركه وعبد الله جنى نائب القائد العام. لكن خلونا نتكلم عن رجال صنعوا تاريخ مسجل. في ناس الناس ما بتعرفوا لكن حقوقهم محفوظه، وعلى راسهم الجنرال جابر اسحاق
علي مبدي. ده يا اخواننا مهندس الشغل، مهندس العمليات. شفتوا مهندس اي حاجه بتحصل، كل 90% من المعارك اللي بتدور دي العقول اللي بتدبر الشغل. الليله الالتفاف بتاع الليله ده شغل جابر. التحيه لسعاده الجنرال جابر اسحاق علي مبدي. دي رساله لك خاصه يا سعادته، والله انك ابدعت وثبت وركزت واستخدمت ده اللي ما بتمتلكه الميليشيا بتاعت الجنجويد. ده واحد. التحيه لكل القيادات الميدانيه، وعلى راسهم عبد الله جنة وغيرهم من هؤلاء الرجال جميعهم اللي استبسلوا وقدموا كل ما عندهم في تحرير 5 مناطق الليله على مستوى دارفور. 5 مناطق الليله تم تحريرها على مستوى دارفور. والله يا اخواننا انا اقول لكم بكل وضوح، من شده الواحد مبسوط لدرجه بعيده. دخلت القوى المشتركه المعركه متوشحه بالثبات، ودعواتكم دعوات ابناء الشعب السوداني خاضت المعركه من الساعه 1 لحد قريب الساعه 6. اول حاجه استلام فوق ال 100 وكم 20 عربيه، فوق ال 100 وكم 20 عربيه. انا قلت لك المعركه دي كبيره، كبيره شديد، كبيره جدا. 100 وكم 20 عربيه للعدو. استلام، جزء منها استلموه حيه والجزء الاخر تم تدميره تام. عربات الثنائيات دي الان عمليات الحصر جاريه على مستوى ارض الواقع. عمليات الحصر كبيره شديد يا اخواننا، حصر ثقيل، ثقيل جدا، ثقيل جدا. لما اقول لك 100 وكم 20 عربيه الان، تخيل احسب لك عدد الجنجويت اللي كانوا مبسوط الموجودين داخل العربات دي كم. اذا قلنا 100 وكم 20 عربيه، جزء منها استلموه حي وجزء واحد تتدمر، فما بالك المعركه دي اكثر من 200 وحاجه جنجويتي تم جقمون، اكثر من 200 وحاجه جنجويتي الليله تم جقمون. لا، واستلام حي لعربات تسوي كده، والله العظيم اقسم بالله استلام حي لعربات تسوي كده. قال تصابيح احنا ما بنسمي على تصابيح، شنو بنسمي عليها؟ عربات 24 مصفح شغل. شغل بيختلف. 24 مصفح عربات والله تسوي كده، والله ترقص براه. دي عربات بتجري بتخلوها جنجويت، عليكم والله عليكم ما بتخجلوا. دي عربات بتجري بتخلوها ذخيره بتسوي كده، ذخيره بتاعت قناص طايقه فضيه. ده شغل والله العظيم، والله قريب، قريب جدا. جنجويت عفن تاخذ بلوك، شغل قريب. عربات مصفحه، ذخاير، عتاد. قلت لكم قالوا لكم الدويل الصنع نحن من اجغام. اللحظه اللي انا بتكلم معاكم فوق الان القوه المشتركه بسطت سيطرتها. اول حاجه احسب في يدك يا عزيزي الفاضل منطقه الزرق كامله، منطقه الزرق كامله بسطت سيطره القوات المشتركه عليها. اتقدمت من المنطقه بتاعت الزرق، جغمت برمرقي دي واحده من المناطق، بالاضافه لدونكي خايم ووادي هور، قرى وادي هور 2. 4 مناطق، برمرقي ودونكي خايم وشرق وادي هور، منطقتين. ديل ال4 مناطق الان، بالاضافه للزرق دي ال5. 4 مناطق بسطت سيطرتها تمام، رجعت لحضن الوطن. طبعا نفس القرى اللي نحن الان بنتكلم عن اهلنا في الجزيره، بنقول لك استعادوا تنبول، استعادوا المنطقه دي المناطق اللي انا بتكلم لك عنها دي دونكي خايم وبرمرقي وقريتين من قرى شرق اللهم صل على الحبيب والزرق، وقريتين من القرى بتاعت شرق الزرق ذاتها، قريتين. دي 5 مناطق الان تمت السيطره على سيطره تامه. سيطره تامه رجعت لحضن الوطن. زي ما عندنا اهلنا في الجزيره وقرانا في الجزيره بترجع لحضن الوطن، ابشركم نفس الغرة دي والمناطق اللي بنتكلم عنها دي مناطق عندها هلا وعندها الان رجعت لحضن الوطن بحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبتماسك الرجال القوى المشتركه استعادوا ال5 مناطق دي. وبالاضافه بسطوا السيطره التامه على منطقه الزرق او القاعده اللي بتستخدمها الميليشيا الجنجويد. الايام اللي فاتت يا اخواننا كانت بتحصل عمليه بتاعت حروبات على مستوى منطقه الزرق، لكن ما تمت السيطره. قوه مشتركه بتتخمن وبتتراجع، شغل تكتيك. لكن الليله المعركه دي تمت السيطره التامه على منطقه الزرق كامل، القاعده بتاعت الزرق دي كامل. والله الان
الآن القوة المجتمعية